واخيرا اول انتصارات المنتخبات العربيه عن طريق المغرب. نعم المغرب تنتصر وتتصدر المجموعه بانتظار مباراه البرازيل بعد قليل. في الدقيقه الثانيه من بدايه المباراه اسماعيل صيبري مره ثانيه يسجل على التوالي. المباراه الاولى سجل على البرازيل بصناعه ابراهيم دياز، واليوم ايضا سجل امام اسكتلندا بصناعه ابراهيم دياز. المغرب كانت الافضل والاحصائيات امامك، كل شيء للمغرب. فوز مستحق والف مبروك للمغرب، وادعمونا بالمتابعه واطلب تيشيرتك من متجر اولتكس. ألف مبروك للمنتخب المغربي، الفوز الأول في كأس عالم وأول فوز للمنتخبات العربية في كأس العالم. والله أقسم بالله أسود بما معنى الكلمة. أي نعم إنه إحنا كنا بنتمنى إنه النتيجة تكون أكثر من هيك نظرا لإنه المغرب ضيع فرص كثير، لكن مش مهم. بإذن رب العالمين خلاص التأهل انحسم إن شاء الله للمغرب بإذن الله، متأهل بسهولة بإذن رب العالمين. المباراة صعبة يا إخوان، المباراة كانت اليوم أصعب من مباراة البرازيل، لكن ما شاء الله كانوا الأسود قدها وقدروا ياخذوا 3 نقاط. ألف مبروك للمغرب ولجمهور المغرب، وإحنا إن شاء الله وراكم لأنه أنتوا فعليا فخر العرب. بنفتخر فيك يا مغرب، أنت وأسودك اللي بيلعبوا في هاي البطولة. ألف تريليون مبروك، وإن شاء الله القادم أفضل. أسود الأطلس كوبا دي موندو، أول 3 نقط للعرب في المونديال، أول فوز. المنتخب المغربي يحرز أول 3 نقاط أمام اسكتلندا. حد يقول لي اسكتلندا ضعيف، أقول له ده أنت اللي ضعيف. اسكتلندا منتخب محترم جدا. المنتخب المغربي كان مستحوذ معظم أوقات المباراة، ولكن تضييع فرص كتير، بعض الفردية من إبراهيم دياز، ولكن المغربي منتخب أقوى من اسكتلندا. كده المغرب عنده 4 نقط، نقطة تعادل مع البرازيل و3 أمام اسكتلندا. المنتخب المغربي بيسخن وبيشغل عجلة كأس العالم من جديد. مغرب في الدور القادم. مبروك للمغاربة الفوز والانتصار، وإن شاء الله أفضل في المباريات القادمة. منتخب المغرب يا اخوان بشكل رسمي يحقق اول انتصار عربي في مونديال 26، وينتصر على منتخب اسكتلندا بنتيجه هدف مقابل لا شيء. انا اي هدف يا صيباري، ما شاء الله عليك. صيباري اللي وقع مع البايرن يا اخوان، تعال شاتها من زاويه، تعال وصلها هنا، ما شاء الله تبارك الله. هنا صناعه من ابراهيم دياز. حرفيا المغرب كانوا الافضل، كانوا الاحسن، كانوا المسيطرين. كان المغرب اللي هم مرشحين، منتخب مرشح. كان في رعونه من لاعبين المغرب في الشوط الثاني في التعامل مع الهجمات، كان ممكن انها تضيع الانتصار في هذه المباراه، لكن بالمجمل تقريبا المنتخب اسكتلندا ولا تسديد على مرمى المغرب. فولو لايك يا اخوان، السلام عليكم. والله برغم ان الماتش كان متنشن جدا، وبرغم ان الماتش كان يعني تحس ان هو كان ممكن يروح في سكه وحشه او كان ممكن يهرب منك في الاخر، الا ان المنتخب المغربي عمل المنتظر والمتوقع، وهو انه قدر ينتصر على مباراه على منتخب كلح ورخم. يمكن الحاجه اللي ضايقت الجمهور المغربي وهو بيتفرج هو السيناريو، يعني السكريبت كان دمه تقيل. فكره ان انا اسجل هدف مبكر، اسرع هدف في المونديال في نسخه 2026، وفي نفس الوقت ما اقدرش ان انا ازود الحصه التهديفيه والغله التهديفيه، مش عشان الفريق اللي قدامي دفاعيا كويس، ولكن عشان اللعيبه بتوع المنتخب المغربي تفننوا في تضييع الفرص بطريقه تضايق اوقات كتيره جدا. لكن انا شايف ان الهدف من المباراه حصل بالفعل، وشايف ان كلام كابتن محمد وهبي بعد نهايه المباراه ووقوفه مع اللعيبه بيديهم التعليمات بعد نهايه المباراه، اعتقد جزء كبير منه كان متعلق بفكره ان انت تقدر تخلص المباراه في وضعها الطبيعي، وما تضطرش ان انت تقعد مشدود لحد الدقيقه 90 في ماتش. اعتقد لو في سترايكر بما يرضي الله في الكره المغربيه كان مرتاح، خلص 3-0 لصالح المنتخب المغربي زي نتيجه ماتش 98. لكن لسه هنتكلم ان شاء الله في التفاصيل دي كلها في برنامج قهوه مرتده على منصه العربي بلس، وبرضو احنا كان عندنا اللايف على اليوتيوب، بخشوا اتفرجوا عليه من الستوري. أسود الأطلس تزأر في بوسطن، فوز مهم على اسكتلندا و3 نقاط ذهبية تضع المغرب بنسبة كبيرة في الدور الثاني إن شاء الله. أبطال الأطلس خدوا مباراة كبيرة، وألف مبروك لجمهورنا المغربي. والصدارة نادت أهلها، وأنتم فعلا أهلها. صحيح إن فرص كثيرة ضاعت، لكن أهم شيء إحنا عندنا 3 نقاط الثمينة. كنت راقد أقسم بالله، ثم نرقد نوت القدم رابحين، وما نرقدش تاني نلقاهم رابحين. انا عاودولي نرقد صاي. انا كرهت انا نقعد انا غير نجي في روحي، هو انا نقعد انا بالك تريكو كي ولا هذيك تريكو كي ولا عندك، هو انا نقعد غير هكا نضرب روحي نرقد صاي. والله الله يبارك عندهم منتخب كامل، عندك سيباري مهاجم وهمي، ماشي افونسو طويل، مركا خطيف هذا زاد مركا دروك قلم تلقمه كثيره.
إني وما عندناش زهر وما عندناش زهر. الله يبارك الله يبارك. توصلوا بعيد ان شاء الله توصلوا. والله لا عندكم ايكيب قسما بالله. روح نرقد انا خالي والله. لاعبين تقطع التيشيرت من اجل المنتخب، ولاعبين تجري ورا ميسي بعد البارتي باش تطلب التيشيرت نتاعو. ريت الفرق بين المنتخب المغربي ومنتخباتنا العربيه، ريت الروح القتاليه والجرينتا نتاع لعيبه المغرب اليوم. كيف تشوف المغرب تعادلت مع البرازيل وربحت اسكتلندا اليوم وتصدرت المجموعه، كيف تشوف المغرب وصلت النصف النهائي كاس العالم في قطر. هذا الكل ما جاش من فراغ، هذا الكل جاي من جرينتا، هذا الكل جاي من خدمه. تشوف ماتش اليوم لعيبه تقاتل في الملعب كل دقيقه كل دقيقه. راهي المغرب مركز من دقيقه واحد، راهي المغرب مركز من دقيقه واحد، لعبت قريب 95 دقيقه تقاتل في الملعب، ما خلاهمش يمركيو. فاهم ولا ما خلاهمش يرجعوا في البارتي، سكروه. تعرف معناتها تسكروه الجول؟ سكروه الجول. ما شاء الله اليوم هذه الجرينتا تموت في البارتي، تجيب تقلع الطرح تجيب الربح. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله شي يوم منتخبنا التونسي ولا الجزائري تولي عندهم الروح القتاليه هذه اللي عند المغرب ان شاء الله. وكالعاده بعد كلامي هذا برشا باش يسبوني، مش يعجبهم كلامي ويعملوا لي الغاء متابعه. هذا هو الحق. فاهم ولا؟ هذا هو الحق اللي وصلوا المغرب حاجه اخرى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبقى عليهم الستر وحظ موفق لمنتخباتنا العربيه. السلام عليكم. ممكن اعرف ليش الاعلام العربي ساكت عن الشيء اللي عم بيسويه المنتخب المغربي؟ ليش ما في تقدير اكبر؟ ليش ما في ناس عم بترشح المنتخب المغربي فعليا لتحقيق كأس العالم؟ البعض رح يعتبرها مبالغه، ولكن احنا عم نتكلم عن المنتخب المغربي اللي بعد ما انتصر على اسكتلندا اصبح وبشكل رسمي بالتصنيف الخامس عالميا. المغرب بلد عربي اصبح من ضمن افضل 5 منتخبات بالعالم. انا اسف ولكن فعليا المنتخب المغربي انقذ سمعه المنتخبات العربيه بكأس العالم. اول انتصار للعرب في المونديال، اول منتخب عربي بيضمن تأهله للدور 32. وانتبه تعتبر هذا الشيء بسيط، بالامس بطل اسيا المنتخب القطري خسر 6-0. بالجوله الاولى عانينا 8 منتخبات عربيه ولا واحد حقق فيهم انتصار. حتحكي لي طيب حتى المغرب تعثرت؟ يا اخوان المغرب تعادلت مع البرازيل وكانت مسيطره وافضل بالطول وبالعرض. وبهذا الانتصار لا يزال المنتخب المغربي يمتلك اطول سلسله انتصارات واطول سلسله لا خساره في تاريخ المنتخبات، بعد هدف اخر للصيباري في المونديال باول دقيقه بالمباراه، واحد من اسرع اهداف المونديال، واسيست اخر من ابراهيم دياز. لا زلت ارى بانه هذا الرجل ما اخذ حقه من المديح. هذا الرجل عمل نقله كبيره في المنتخب المغربي، ابجريد فعليا. المنتخب المغربي كان بحاجه انه يثبت انه خلص انا فعلا من كبار العالم، انه ينتقل من الفريق اللي بيدافع وبيلعب على المرتدات لفريق حاليا مع محمد وهبي بيسيطر على الكوره، هو اللي بيقوم بالفعل، بيضغط، بيهاجم. واتمنى ما تغركم نتيجه 1-0. فالمنتخب المغربي كان ممكن ينتصر بنتيجه اكبر بكثير، لانه هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان اخطر، هو اللي كان عم بيسوي كل شيء بالمباراة. اسكتلندا فقط بنهاية المباراة فعلا شكلت خطورة، ولكن بالأخير 0 تسديدة على مرمى بونو. لا تنسى تتابعني يا روحي، والحمد لله وألف مبروك للمنتخب المغربي، تأهل بنسبة 99% للدور القادم، وإن شاء الله كمتصدرين.